يا ابو الصحاب، عامل ايه؟ يا رب تكون كويس. شوف، جيت لك كل يوم مع العلم انا كنت واخد يعني ما بيني وما بين نفسي. هقول لك حاجه، ما بيني وما بين نفسي يبقى يوم اي ويوم لا. ليه؟ علشان بحس ان الناس بتتكسل، ما بتتفاعلش معانا، والمشكله في الصفحه اللي قلت لك الاشعارات والكلام ده كله بدات ترجع، بس خستعته ما بقتوش تتفاعلوا، فقلت هيبقى يوم ويوم. بس معانا اخبار يستدعي اللي احنا نعمل فيديو. ده كمان عندنا مباراة زمالك وبيراميدز. ده مش بس كده يا صاحبي، ابراهيم عادل طلع من يوم والله طلع باعترافات فضح بيراميدز. بس هروح. فجاي لك النهارده يا صاحبي بحلقة مليئة باحداث ما ينفعش تفوت دقيقة من اول الفيديو لحد نهاية الفيديو، عشان والد زيزو عينك ما تشوف الا النور مش هيحل إلا لما يقفل النادي. مش ببالغ، والموضوع كبر قوي، هتعرف كل حاجه جوه الفيديو. بس كالعاده صاحبي مستمر بدعمك، ما تقصرش معانا، يا ريت تتفاعل معانا بلايك، لو جديد مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس، ويا ريت نصلي على النبي في الكومنتات عشان ناخد كلنا ثواب. ويلا نبدا، يلا تعال نبدا يا صاحبي. بس مش عارف ابدا من حوار ابراهيم عادل اللي بقى من صغره خلاص وقع، جاي لك في كل التفاصيل، ولا جيجو وابوه، ولا حوار الزمالك وبيراميدز. بص احنا نبدا بابراهيم عادل. ابراهيم عادل عمل لقاء امبارح فيه كميه انا شايفها فضايح ليه؟ مع العلم في حاجات انا عارفها اصلا، بس تعالى ناكد على الكلام اللي قاله وناخد الموضوع خطوه خطوه. نبدا من هنا. حسيت ان انا لازم ابتدي اركز ان اوصل لحته بعيده. ايوه، كان في قدامنا نماذج كتير، طبعا كابتن ابو تريكه ولاعيبه كتير جدا انا بحبهم على المستوى الشخصي يعني. ساب كله واختار ابو تريكه، في محمد صلاح، في لعيبه، اختار ابو تريكه، وابو تريكه قدوه. والناس بقى اللي بتهبد والناس اللي بترغي وارهابي والله العظيم انا اكتر من اللعيبه اثرت فيا كان ابو تريكه. يعني حتى والدي كان زملكاوي رحمه الله عليه ربنا يرحمه، يعني كان زملكاوي وكان بيحب ابو تريكه، وانا كذلك طلعت بحبه، وهو شخصيه محبوب، اللي يقول واغراضه، واللي يقول اللي هو عايزه. بس بالفعل تخيل يعني ابراهيم عادل اصلا ل 25 6 يعني ما حضرش ابو تريكه النجم قوي بشكل كبير، ممكن كان صغير شويه، ولسه تاثيره لحد اللحظه ديت معانا. ابو تريكه اللي فيه لحد دلوقتي فيه جماهير مش مصريه، الترجي التونسي رفع تيفو ليه، فبفهمك تاثير ابو تريكه وليه الناس بتحبه. تعال بقى للي بعد كده، اكلمك عن حته وضحت كل حاجه. يعني هي وضحت فكره ابراهيم عادل رايح فين بعد نهايه الموسم. ابراهيم عبد الجواد ساله، قال له ايه رايك في احتفال بيراميدز؟ ما هو كان معاهم في بيراميدز الموسم اللي فات، اما الاهلي كان بيحتفل وبيراميدز في الملعب ايه خدنا الدوري والكلام. ايه رايك في اللقطه دي؟ تعال اسمع رده. اللقطه بقى بتاعت الاحتفال كان ماتش سيراميكا تقريبا، الاهلي بيحتفل بالدوري وبيراميدز بيحتفل بالدوري، انتوا كنتوا متفقين على كده؟ بصراحه انا كنت موجود، بس انا اتحرجت احتفل يعني، فكنت حاسس الناس بتحتفل هنا وناس هنا انت ما رضيتش تحتفل ساعتها؟ انا بصراحه فضلت واقف يعني. لو في الفيديو موجود انا ما مش عشان حاجه، بس يعني احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل ايه؟ يا انت كامله، انت ابراهيمه مكسوفه ما ترقصيش معاهم عشان هو موقف كوميدي يعني فيه سخريه. وقعت للتتش خلاص يا ابنكم الشكاير. مش محتاجه عشان اصلا بيراميدز ساعتها ويروسيتش وكله ازاي والنجم وخدنا الدوري وقعد يرقص موقف مضحك ويا تتش. لا استنى عندك، ما تحملش لسه، انا اخلص بس بقيه الفيديوهات والعربيه هتحمل، ما تقلقش. الكابتن سيد ده هيحمل كذا واحد. استنى بس، تعال اسمع الفيديو ده كمان. في مكافآت زياده مثلا في ماتشات الاهلي؟ طبيعي. بجد والله عمت عن الزمالك؟ طبيعي. يعني ايوه يعني بحس الاهلي اكثر. ايه يعني بحس انتوا النادي بيديكم مكافآت اكتر لو كسبتوا الاهلي عن لو كسبتوا الزمالك؟ بحس ان الماتش ده بيبقى ماتش خاص شويه. سمعت يا صاحبي؟ على فكره انا مش مستغرب اصلا القصه ديت، عشان بيراميدز اتبنى كيد في النادي الاهلي. فاكر انت تركي الشيخ لما الاهلي طلعوا بره زعلانه، وقام عامل نادي، وقام عامل قناه، وقام واخد لعيبه نادي الاهلي قدومات وعند، يعني اتعمل عند في النادي الاهلي. دي مش مستغرب، بس اللي مستغربها ان هي استكملت الحداثه. يعني ايه؟ تركي الشيخ مشي باع النادي لشخص اماراتي، بعدها لسه نفس الغل. ما هو هنا انت كده نادي مش نظيف، وليهم حق الجمهور يحس الحته دي. ليه اما بتلعب قصاد نادي الزمالك الموضوع بيبقى رايح جاي، ده كسب ده خسر، بتلاقيش فيه تنشنه، واما بتلعب الاهلي تنشنه وضربه يلا وخناقه طب ما انت كده نادي مش نزيه. دي فضيحه يا صاحبي من وجهه نظري تطلع من لاعب يعني سايب بيراميدز ما يكملش سنه وشويه، يعني فضيحه. ليه؟ معودينهم في نادي بيراميدز، لا انت النادي دي تكره النادي دي. طب ليه؟ طب الاهلي عمل لك ايه؟ ده انت بالعكس الفتره الاخيره بتخش في صفقات، عشان قلت لك يعني، عشان بس الناس كانت بتقول لك بيراميدز واخد بس مكان الزمالك. بالفعل الفتره الاخيره من حيث البطولات هو الراجل بيتصدر دوري الابطال مع الاهلي، بس الفتره الاخيره بيزق مع الاهلي في صفقات. فهو اصلا زي ما قلت لك هو عايز يبقى الاوحد، والله العظيم بيراميدز عايز يبقى الاوحد. بس الفكره هنا احنا بنتكلم في حته ان لاعب في بيراميدز مسؤولينه مدربين لعيبه في دماغهم كده
مكافآت هنا اكتر، خش دمدمهم. يعني النادي ده تكرهه، طب عمل ايه؟ يلا. مع الزمالك عادي يعني الموضوع، ما هو فعلا، ما هو انت لو جيت بصيت كده عضو مجلس اداره نادي الزمالك، فاكر اللفظ اللي قاله على جمهور الاهلي؟ حبايب ما بينهم وما بين مسؤول بيراميدز ممدوح عيد، المدير العام ولا مش عارف مسؤول يعني عن ملف بيراميدز يعني. حبايب. تيجي تبص كده في حفلاتهم ما بشوفش لعيبه قدامى من النادي الاهلي، ابص الاقي ميدو وكابتن خالد الغندور. كابتن خالد الغندور بيحب باين التورته فانيليا اعتقد، وكان ميدو واخد حته ضاني ورا البوفيه وعمال ياكل. فالموضوع مريب يعني، الموضوع خلاص يعني اعتقد بقى واضح وضوح الشمس. التكهنات بقى، فكره اللي هو مش لاعب هنا بتلعبوا بالراحه وهنا بتلعبوا جامد، اهو لاعب عندهم. هتيجي تقول لي ما عشان ابراهيم عادل وقع للنادي الاهلي فبياخد بونت دلوقتي. انت تاني نظريه المقامره، انت تاني. انت مش بتحس انت كده كزملكاوي في عز حالاتك السيئه بتلاقيك بتكسب بيراميدز؟ مش بتحس بده؟ هفضل اقول لك انا ما بقتنعش بحته التفويض، بس اهو الراجل يعني باعتراف رسمي منه فكره انه مش كسب بيفوت، بس فكره ان الاداره توصل يعني اللعيبه عندهم مباراه الاهلي حرب، مباراه الزمالك عادي، المكافآت عادي. هل ده يبقى نادي نزيه؟ هل ده انت كزملكاوي تتعامل معاه بمبدا الشرف قدامك؟ يعني عشان هتيجي تقول لي ما هو لينا بقى هيبقى الدنيا حلوه؟ لا، انا بتكلم على الكل. نادي بقى جاملك في حاجه، نادي سابلك في حاجه، لا، ده هو اصلا ممكن يكون بيجاملك او بياخدك على قد عقلك عشان هو موجود في دوري الابطال. ماشي يا عم، عايز المباراه دي انت مش هتاثر عليا؟ طيب ماشي خلاص، اخدك على قد عقلك. اه والله، وهو يروح دوري الابطال حبيبي، ده انا هبعت لك صفقات. ايوه في الاخر يلا من هنا. وده اللي بيحصل الفتره الاخيره، صفقات بيخش فيها من تحت لتحت وانت ما تعرفش يبوظها لك، زي عبد الرحمن مجدي، وزي ما قلت لك صديق جوله، وصفقات كتيره كنت بتيجي تخش فيها يقوم معلي يشتريهم هو، وبعدين طلعهم ببلاش كده، طلعهم اعراض. عندك صابر اللي بتبوس ايديهم بقالك 3 سنين حياته بيطلعوا هنا وهنا وهنا وما بتعرفش تجيب منه. فعموما يعني يا صاحبي استنتاجي انا وضحت لك، ابراهيم عادل وضح وشرح كل حاجه. دي فضيحه ان هي تبقى بالشكل ده، يعني نادي تلاقي اللعيبه تبقى جزه قوي قصد المباراه بتاعته قصد الزمالك، لا بس استنتاجي بيراميدز ممكن يكون بيعمل كده عشان يعني ايه، ياخد يعني الزمالك على قد المباراه ما لهاش لازمه. يلا يا عم خد انت، طالما انت مش هتيجي على دوري الابطال، مش هتيجي على سكتي، طالما الاعلام بتاعك بيقف في ظهري وبيتكلم بيه، اي عظمه تترمي كده يعني يعضعض فيها. والله بحسها كده. ايه مسؤولين من الزمالك لهم بيتكلموا من بيراميدز، مش بطل افريقيا، تلاقوا هم اللي بيتكلموا اكتر من اي حد. مش عارف وقت بيبقى عايز هو يحط عليك بيخش في صفقات يبوظها لك في حاجه انت عايزها عليك. فبيراميدز اعتقد هو ذكي، بس حته بقى كرهه للاهلي دي اللي مش مفهومه ليه. عشان تركي الشيخ مشي، في مسؤولين جديده جيت، ولا كان في مشاكل ولا فكره بقى يلا ندق في الاهلي ونكره الاهلي دي بقى اللي يبين لك ان الاهلي زي ما بيتقال ان هو كبير قوي. ما هو انت طول ما انت كبير فبتحرق ناس كتير، اللي انت دايس على وشوش ناس كتيره، انت البطل، انت السيد، ده استنتاجي. ما فكره تكرهه ليه؟ طب عمل لك حاجه؟ طب تركي الشيخ كان ماشي هيقول لك في جمهور شتم ومش عارف ايه وخلافات ماشي، ده بقى واحد جديد خالص، ففكره الكره يتنقل فيبين ان الاهلي فعلا كبير قوي وحراق قوي، واعتقد محتاج سأسأله. وانا هنا مش مدافعا عن النادي الاهلي خالص ولا مدافعا عن نادي الزمالك، انا هنا بتكلم من وجهه نظري فرد مشجع لنادي الزمالك انتمائه، بس في الاول والاخر انا بقدم محتوى. شايف حاجه مش منطقيه ازاي تحصل هنا مع الاهلي وازاي هنا ما تحصلش مع الزمالك، بس انا بقول لك زي ما بيتقال لك ايه يعني، هي عظمه للزمالك بتترمي في احداث عشان الاعلام يقف جنبه، اما الاهلي علشان من وجهه نظري دايس على الجميع، فبناء على كده بيبقى ماتشاته قصد اي فرقه بيبقى فيها حافز ويدفع غل، فيبين لك ان الاهلي كبير قوي. تعال بقى للموضوع اللي بعد كده. ما عملتش لايك لحد دلوقتي ليه يا صاحبي؟ لا اعمل لايك. زيزو خلاص راح الاهلي، لا والد زيزو، وهفضل اقول انت لو اب مكان زيزو اعتقد ممكن تعمل اكتر من كده، بس زيزو ابوه الفتره الاخيره تقدر تقول جاب اخره، عشان الموضوع دخل في السنه او اكتر من السنه كمان، دخل في وقت كبير فكره ان هو ليه مستحقات مع نادي الزمالك، والفكره ان والد زيزو خدها عند، فاكر الجمله دي قلت لك خدها عند مع مجلس اداره نادي الزمالك، في فكره اللي ابنه اتخطف عرضه اللي هو مراته، اتخطف ابوه نفسه في المدرجات، ابن الصوره بتاعته اتقطعت، اتشهر بيه في اسمه في الاعلام والصفحات، خدها عند. وانت برضك في الاول والاخر لو مكان ابنك وشايفه بيحصل فيه كده انت هتعمل ايه؟ هتتخذ الاجراءات، والاجراءات يعني بالبلدي كده يعني راح لاتحاد الكوره، هو راح اتحاد الكوره،
هتعلنوا القرار اللي هو اصلا مركون في الدرج، اللي زيزو هيتحكم له مبلغ ما بين 40 او 50 مليون، احنا طالبين من 80، فانتوا هتعلنوا 50. هقوم واخد الورق ده، ما هي خطوات هو نصيا كده، هقوم واخد الورق ده واروح على الفيفا. والله ما بهزر، والد زيزو الفترة الأخيرة جاب آخره وقال يعني لو المبلغ قل على 82 مليون إلا قرش هروح على الفيفا. خدها قفل الضبة ومفتاح. وتيجي بقى النادي الزمالك، نادي الزمالك بيرد: يا جدعان احنا ملناش دعوه بتصريحات زيزو كده، والد زيزو قصدي، ملناش دعوه بتصريحات والد زيزو، المهم احنا بعتنا لكم ورق جديد، قولوا لنا ها هتاخدوا بيه ولا لا. فالموضوع لحد دلوقتي تقدر تقول محسوم، بس هو علشان جدل زمالك وزيزو رأي عام الموضوع هيتقلب فيه قوي، فنهدي تنهم يهدم. بس الموضوع جاب اخره، والد زيزو تقدر تقول يعني كان في تهديد منه لو الموضوع ده ما اعلنش بشكل قريب، يعني اسبوع ايا كان، يعني اعلنش في وقت قريب، انا كده اللي هشتكيكم انتوا كمنظمه اتحاد ولجنه تظلمات وتحقيقات والكلام، هقول لهم القرار واخد وقت طويل وهروح على الفيفا. فتقدر تقول ان والد زيزو الفتره ديت خلاص جاب اخره. وانا شايف من وجهه نظري حق اي اب يعمل لابنه اي مشكله، وانا هفضل اقول لك زيزو انا معيش الورق بتاعه، يعني انا مش عارف ايه ليه كام عليه كام. نادي الزمالك بيقول لك ملوش، بس المعلومه اللي عنده اللي هو ليه كام ما اعرفش، ما اطلعتش على الورق. زيزو ليه فلوس، انا متاكد زيزو ليه فلوس، ليه كام ما اعرفش. نادي الزمالك بيقول لك بقى ملوش خالص، وعايزين من زيزو فوق الحاجه 20 مليون. ليه؟ علشان عمل اعلان مع نادي الزمالك. اعلان ايه؟ حفاضات ولا عمل ايه؟ والله ما فاكر له اللي هو اعلان واحد، ومش فاكره كان بتاع مصاصات باين. فالموضوع كبر قوي مع زيزو، واعتقد اللي يعمل اللي جايه هيبقى في قرار حاسم ساعتها. اول اي قرار هيطلع والد زيزو هيروح على الفيفا، والزمالك برضك ساعتها مدافعا هيقول لك انا ليا ورق هروح على الفيفا نراهن، ونقف بقى في الفيفا والقضيه تاخد شويه وقت. تعال بقى للاخبار السريعه. زي ما انت شايف قدامك يا صاحبي، اتحاد الكره يحيل شكوى الاهلي ضد الحكم محمود وفا الى لجنه الحكام. ده انتوا دمكم شربات قوي. لجنه الحكام اللي هي كرمته، اللي هي اصلا يعني ابو الوفا بيلعب النهارده كان بيحكم مباراه غزل المحل. راجل غلط، والاهلي مقدم كذا تقرير، فلجنه التظلمات حولته لجنه التحقيق، هي لجنه الحكام هي اللي تحقق في الموضوع. لجنه الحكام اللي هي فيها اوسكار اصلا، والمنظمين عليها اللي هم اصلا بيقولوا خلوكوا زي ابو الوفا، اللي هم طلعوا قدام الناس ورئيس الاتحاد كان بيحفلوا بيه. بفهمك بس الكلام ده عشان انت كالعاده بتقول ان الاتحاد في جيب النادي الاهلي، بفهمك بس النقطه دي. نقول دلوقتي توقعات مباراه الزمالك وبيراميدز. لا خليها في الاخر، اقعد معايا للاخر. ما هو انت ولا عملت لايك ولا اشتركت في القناه ولا اديتنا شير، وانا مستمر معاك بعد فضل ربنا والناس والله اللي بتبقى قاعده مستنياك. زي ما انت شايف الخبر اللي قدامك، الزمالك يحدد ما بين 2-3 ملايين دولار لبيع حسام عبد المجيد وسط اهتمام اوروبي مع تاجيل الحسم لبعد بعد كاس العالم. زي ما قلت لك في اهتمامات كتيره لحسام عبد المجيد، بس في عرض رسمي وصل لنادي الزمالك ما فيش. بس حسام عبد المجيد زي ما قلت لك اعتقد يعني السنه اللي هتبقى فاضلاله مش هناخد مبالغ كبيره يعني. فبالفعل لو الزمالك بالمنطق اللي هو اخد 2-3 مليون دولار حلوين، انا شايفهم حلوين قوي، ساعتها بقى العربيه اللي هي جايه من الدنمارك يعني معبيه ابراهيم عادل تبقى تحود بقى على حسب حسام عبد المجيد طالع فين. الكابتن عادل كان عارف كل الطرق، هم حاود والكابتن سامح حفيظ خش كده خلاص العربيه اكتملت، اطلعوا عتيتش. تعال الخبر اللي بعد كده، عشان كان امين عمر هو المرشح الاول للمباراه الزمالك وبيراميدز. زي ما انت شايف قدامك بشكل رسمي، محمد الغازي حكما لمباراه الزمالك وبيراميدز، واحمد حسام طه حكما لتقنيه الفيديو. الناس ديت ما حكمتش مباراه كبيره، يعني الزمالك وبيراميدز، اهلي وبيراميدز، اهلي ما حكموش قبل كده يعني. حكموا للاهلي لوحده، قصد انبي قصد مش عارف، بس مباراه كبيره ما حكموش قبل كده. فانا خايف من شخصيتهم، ان هو تحت الضغوط تلاقي واحد جاي مزعق له، جاي مش عارف ايه، ممكن ايه يلبس يعني قرارات ممكن تبقى غلط منه، يلبس ده طرد مش عارف ايه، شخصيته تبقى ضعيفه يقوم مدي ضربه جزاء مش عارف. فانا خايف فكره امين عمر كان ممكن الانسب ليه، يعني راجل خبره بقاله كتير وحكم اهلي وزمالك، وفي نفس الوقت كمان اللي انا شايفه هو كان الانسب يعني. بس زي ما انت عارف ان امين عمر الناس بتقول عليه اهلاوي ومنسوب اهلاوي والكلام. امين عمر قام قايل لهم والله ما انا محكم، هو اللي قال لهم بعد ما هو كان مرشح، قال لرئيس لجنه الحكام اوسكار لا بعيدني عن النوش، انا عندي كاس عالم وبتاع لا. فبناء على كده رشحوا الحكم ده، يا رب الموضوع يعني المباراه تطلع
تبقى هاديه ما فيهاش يعني اخطاء تحكيميه وتعدي على خير. والتوقع بعد الخبر ده هقول لك انت مستعجل على ايه؟ الخبر بيقول بقى يا صاحبي التعاقد مع حسام حسن انتهى في فبراير، يعمل حاليا بدون عقد. طب ويعمل ليه؟ طب ما يشوف شغلانه، ما هو انت بتقول من غير عقد، يعني شغل حر، يعني يطلع يوميتين سيراميك ولا محاره يعني ليه يكمل؟ طب ما هو الراجل شغال من غير عقد، لا تعملوا له عقد. ليه برضك تعملوا له مبالغ وبتاع؟ ما يعني انتوا شغالينه باليوميه؟ طب ما خلاص يعني. واليوميه اعتقد بتاع الكابتن حسام غاليه شويه، طبعا هتبقى ارخص من الراجل اللي بياخد بالدولار. بس انا شايف يعني الكابتن حسام، يعني هي مباراه اسبانيا كانت نوعا ما، بس كنا ممكن نبقى افضل في حيث التكتيك والهجمه والتغيير الملعب والسويتشات كان في شويه حاجات يعني مش موجوده اصلا عند الكابتن حسام. بس يعني خلاص يعني مجبرين ان احنا نكمل حسام حسن يعني. المهم توقعك يا خفاجه، الزمالك ولا بيراميدز اللي هيكسب؟ انا توقعي هيبقى بالنتيجه، ومين اللي هيفنش المباراه؟ في احسن من كده توقع؟ وانت تقول لي في الكومنتات. توقعي لمباراه الزمالك وبيراميدز، الزمالك سيفوز 2-1 في الوقت القاتل بهدف الاسطوره ناصر منسي. ونرجع للفيديو ونشوف بعدين انت وجهه نظرك بقى في الكومنتات. توقعك لمباراه بكره، مستني التوقعات كلها. وبس كده، دي الحلقه بتاعتنا النهارده. يا رب يكون عجبتك. لو عجبتك يا ابو الصحاب انت بتكسل تكتب كومنتات، قول لي في الكومنتات عجبتك ولا لا. اهو انا مستمر معاك كل يوم، فما تاثرش معانا. لايك الجديد اللي لسه ما اشتركش في القناه اشترك في القناه، ويا ريت تدينا شير، هيساعدني الفيديو يوصل لعدد كبير من الناس، واتحمس واستمر معاك كل يوم، ما يبقاش يوم ويوم. هنشوف يعني الدنيا رايحه على فين. انا بقول كفايه كده، وان شاء الله نتقابل فيديوهات جديده. سلام.